إذا عشاق قناة الحولي السردي بني مسكين، أسعد الله مساءكم. اليوم جينا عند السي مصطفى الجامعي في أول حصة ديال التصوير ديال الفحولة ديال لانوك سنة 2023. كما كتشوفوا تبارك الله يعني الخيرات ديال بني مسكين عند السي مصطفى اللي عودنا كل سنة تبارك الله يعني على التطور والاستمرارية. تبارك الله اللهم بارك. تبارك الله يعني هاد الخيرات كلها معروضه للبيع من عند الاخ مصطفى الجامعي اللي كل سنه يعني تبارك الله يعني كيزيد يطور من السلاله ديال السردي وكيزيد يعني من التنويع ديالها، ويعني كما كتشوفوا تبارك الله يعني كاع الحروف متناسقه ومتواجده عند السي مصطفى اللي تم اقتراحه كما قلت لكم يعني السنه الماضيه تم اقتراحه النخبه هذا العام، وان شاء الله نتمنوا ليه كل خير. ثم يلا هو دخلت دابا غيجي عندنا السي مصطفى باش يعطينا الافتتاح ديالو. السي مصطفى مرحبا. كي داير السي مصطفى؟ مرحبا بخير لاباس عليك؟ الله يحفظك ومرحبا. كي داير مع الصحه؟ ومرحبا المشاهدين الكريم، ومرحبا قناة حولي السردي اللي ديما تنواكبوها، هي اول واحد تنفتحوا معاه التصوير. مرحبا الجميع ومرحبا المشاهدين كاملين، مرحبا بكم. الحمد لله سي مصطفى، حتى حنا راه ديما في تلبيه النداء ديال السي الاخ مصطفى الجامعي اللي ديما كنلقبوه حنا برونالدو السردي. هذا اللقب اللي ما جاش من يعني اعتباط النظر لانه يعني كيطور من سلاله السردي ودائما يعني في الاستمراريه ديالو. سي مصطفى مرحبا. هذه الخيرات اللي غتوجد ان شاء الله لانوك ديال سنه 2023 ان ياك؟ شاء الله هادو هما الفحوله اللي غيدوزوا لهذا العام ان شاء الله. هما الفحولة. ويمكن لك تقول لنا السي مصطفى على هذه الفحوله ديال هذا العام وشنو هما يعني الصعوبات اللي كتعاني وشنو هما الحوايج المزيانين. المهم تكلم لنا على هذه الخيرات هذه. الصعوبات راه تعرفها كل كساب، بالنسبه للاعلاف الاغلاء ديال الاعلاف راه هو الصعوبه على الكساب كامل. والسلعه راه تيشوف فيها الناس، راه درنا المجهود ديالنا والكمال على الله. السلعه مليح هذا العام سي مصطفى. واللجنه هي اللي تتحكم في الاخر. اللجنه ديال حنا راه غنخدموا اللجنه في الاخر، هي اللي غتحكم هذاك الشيء كامل اللي تنعانيو السنه كامله تنوجدوه باش نبينوا اللجنه ان شاء الله. اكيد السي مصطفى هادو واش من مواليد باش الناس اللي ما عارفينش يعرفوا والناس اللي باغيين يشريو يعرفوا. كاين زياده شهر 10 ديال العام الاول، كاين شهر 12 شهر 12 وكاين حتى شهر 1 شهر 12 ديال 2022. 2022. وعلاش ديال 2022 دابا حنا في شهر 12 ديال 2022 يعني ديال 2021 هكاك باش الناس يعرفوا شهر 12 ديال 2021. وتبارك الله يعني السلعه ديال لانوك كطلع مصطفى. شنو السبب ديال ديال انها متميزه على باقي السلالات؟ كاع السلالات هي والسلاله ديال لانوك تعطيك السلعه اللي 100% زينه ياك؟ وحتى بالنسبه للعلف كيكون شي علف خاص. علف اي علف عادي تنعلفوها، ماشي علف الربيع تخرج دابا البلاس تاكل الزرع. هاد السلعه واش كالت الربيع ولا ما كالت؟ واكله الربيع. واكله الربيع ديال الربيع دابا تاكل. وامتى يعني غتحبس لها الربيع وتبقى تعطيها يعني العلف ديالها؟ تبقى تاكل الربيع والعلف ديالها دابا تدوز قدام اللجنه ان شاء الله. تبقى ان شاء الله حتى لقدام اللجنه. هي السلام ديال تبقى تاكل بحال ما وتخرج وتدخل، ولكن تخرجوا ديك العشيه ماشي كتخرجها في العشيه. كتعطيوها بسمح لي قاطعتك السي مصطفى، كتعطيوها العلف في الصباح وفي العشيه. في العلف في الصباح والعشيه. وبالنسبه للعلف ممكن تقول لنا يعني بعض المكونات اللي كتعطيها باش الناس هما اييه الذره اييه النخاله بي كامله ديال الاعلاف اللي تعطيو الفصابال التبن ديال العدس. ما عندكمش الشومه هنا الفصال؟ لا بقى الشريان كلشي غير الشراء. اذا كما سمعتوا عشاق قناه الحولي السرديه يعني بالنسبه للاعلاف اللي كيعلفوا الكسابه ديال لانوك ذكر لنا مصطفى بعض الانواع ديال هاد الاعلاف. ضرب هاد الشيء مصطفى باش يكون الشمس ويشوفوها الناس. اذا كما كتشوفوا معايا هذه هي السلعه اللي وجد مصطفى هذا العام، ويعني سلعه تبارك الله اللهم بارك مليحه. يعني ما باقي لهاش دابا شحال باقي لكم لانوك؟ شي شهرين ولا 3 شهور؟ شهرين ان شاء الله غادي تزيد تطور. كما يعني شاهدتوا مع مصطفى يعني الاعوام اللي فاتت كنا كنجيو عنده يعني شهرين 3 شهور قبل مني كنجيو من بعد كنلقاو يعني السلاله تحسنت بشكل كبير. اذا كما كتشوفوا تبارك الله يعني كل شيء متواجد. الحروفه تبارك الله اللهم، والبياض عند السي مصطفى يعني معروف بالبياض ديال السردي. السي مصطفى هذا اللون الابيض كيفاش يعني بعض الكسابه كيكون عندهم اللون الابيض بزاف؟ اللون الابيض هو الاصيلي ديال لانوك، هو الوجه الابيض. هو الوجه الابيض. الوجه الابيض والحروف هاكاك يعني كيكون اللون ديالو بيضاء مزيان، وحتى البادره تكون بيضاء. تبارك الله. دابا هادو السي مصطفى اختاريتوهم من الغلم. شحال كان القطيع المره الاولى باش خليتوا هاد النسبه هذه؟ راه كانت القطيع تقريبا معزوله من شي 80 راس. 80 راس. 80 راس. وكتبقى التصفيه التصفيه وتبقى عاد تيجي التيق اللي هو في الاخر هو اللي تيصفي في الاخر. هو اللي كيعطيك واحد القدر
كافيين، يعني راك تبغى تقدم واحد 20 خاصك تخلي لي 40 ولادك. هاك تيجي هو تيختار منه واحد اللي حسب النظره التقنيه النظرة ديالو. حنا تنخدمو، ولكن هو الخدمه الاخرى ديالو. هاك كيعطيك هذيك النسبه ديال الطانكه اللي كيعطيك. بالنسبه للطانكيه تيعطيك هاك ساعه، وقلنا واش نخليو ليه حتى حنا فين تنخدموا ليه بحال كنا باغي نطبعوا 20 تنخليو ليه 40 راس. تبارك الله. عاودي هذه المعلومه سي مصطفى، قلتي لي بانه هادو تعزلوا من 80 راس تقريبا. 80 راس. يعني داك كتبقى غادي ديشي تبقى تنقص. فيه كاين اللي فيه نقطه ما يدوش، كاين اللي فيه شي حاجه. النظره ديالك انت. النظره ديالك حتى هو كنت تاخذ الخبره حتى مع التقني. هاك بالنسبه للتجربه. ضروري تدخل شويه التجربه ديالك. اييه، وكتخلي لي واحد النسبه ملي كيجي التقني ديال الجمعيه. هو تيعزل منا ولا هذا اللي يدوز لي ما يدوز، وتبقى هي تحسين النسل عاديه، ما تبقى لك ما هذاك تبيعات هي الكسابه. الحمد لله. اذا كما كتشوفوا هادو كياخذوهم تما الكسابه، كاين اللي كياخذهم يعني يخدموا بهم واخا ما دايزينش، يعني ويعطيهم 100%. يعطيهم 100% تماما. اذا كما سمعتوا من الاخ مصطفى، يعني كاين دوك اللي ما كيدوزوش كيجيو ياخذوهم من الكسابه الصغار ولا المتوسطين ولا من الخارطين في الجمعيه، كذلك هما كيتباعوا من جميع انحاء المغرب. اذا عشاق قناه الحول السردي، كما شفتوا هذا كانت واحد المراسله مع الاخ مصطفى اللي استرسلناه يعني بدايه من مجموعه من الاسئله. الان غادي ندوزوا للمفيد اللي مهتمين به الناس ومهتم به كذلك الكساب. سي مصطفى، هذه السلعه دابا مرهونه للبيع. مرهونه دابا، مرحبا اللي بغى يطراسي شي حولي فحل. اييه، الكليان ديالنا راه تيغوتوا لنا. اييه، يبغى شي حاجه مرحبا، ولا تطبع ان شاء الله. راك عارف كاين العاده تطبع السلعه عاده تيجي السيد ديالها. اذا عشاق قناه الحول السردي بن مسكين، كما سمعتوا على لسان الاخ الكساب مصطفى، خليها تمشي للشمس باش الناس اللي تيشوفوها في الشمس. كما سمعتوا الاخ مصطفى قال لك عمليه البيع بدات، نعتبروها بدايه ديال عمليه البيع. يعني الناس اللي بغاو كيرشموا كيصيفطوا العربون ياك سي مصطفى. ضروري العربون وشط النمره ديال الطانكه ديالو. اكيد. اذا كما سمعتوا كيصيفط العربون وكياخذ الطانكه ديالو في انتظار يعني ان هذه السلعه تدوز في المهرجان ديال لانوك اللي كيكون في 21 ولا 22 من شهر مارس كل سنه بالقراقره. وديك الساعه يعني السيم ولا السلعه كيجي يديها ياك مصطفى. مرحبا ديك الساعه. هما الكليان هذا العام ان شاء الله اللي بعنا ليهم راه كاع غوتوا لنا. فوالا هذا هو السؤال التالي اللي غنسولك مصطفى. ذاك العام دازت العمليه ديال البيع في احسن ما يرام. مرحبا، دازت العمليه زينه، والناس باقيين يغوتوا ولدوا لهم الفحوله اللي داو. الناس كاملين غوتوا قالك الله عمرها دار، وخلينا هذا العام باغي نجيو ان شاء الله نطراسيو مع عندك، تنقول لهم مرحبا. سبحان الله. يعني الناس اللي خداو من عندك السلعه ديال ذاك العام كلهم كيشكروا السلعه. السلعه زينه شاكره راسها، ولكن حتى حنا التصيلات نعطيو شي ناس، نعطيهم شي حاجه من الخاطر، من القلب. من القلب، ماشي تنعطيو شي حاجه اللي ما تخدمش ليه. تنعطيو تنعزو حنا تنعزو فحوله تنخليو هما تنخليو فحوله اللي يخدموا للناس ماشي. تماما. اذا كما سمعتوا العمليه ديال البيع ديال السنه الفارطه هي اللي كتعطي واحد التجربه كبيره للناس اللي شراو من عند الكساب، وكتعطيهم واحد الثقه باش يجيو ويطبعوا عاوتاني السلعه من عند الكساب. كما سمعتوا الاخ مصطفى، عمليه البيع ديال سنه 2022 دازت في احسن ما يرام. نتمنوا ان هذه السنه كذلك تدوز في احسن، وبطبيعه الحال غتكون احسن، لان تبارك الله كما كتشوفوا يعني السلعه تبارك الله في المستوى. ونتمنى انها تنال الاعجاب ديال المشاهدين. ودابا بما ان شفناها جماعه غادي نحاولوا اننا ندخلوها ونخرجوا لكم واحد مع ذكر الطانكه، باش الناس اللي عجباتو شي حاجه من دوك اللي غادي نخرجوا لهم يتواصلوا مع الكساب مباشره. لا داعي انهم يتواصلوا معنا في القناه، غنحطوا لكم الرقم في الفيديو. تواصلوا مع الكساب مباشره، اعطيوه الطانكه، وديك الساعه راه تبقى بيناتكم التواصل. شكرا سي مصطفى، دخل لي السلعه ونخرجوا دابا جوج باش تشوفوا الناس. بقاو معنا الاخوان.